خلينا نشوف مثال عملي. لو احنا ادينا الذكاء الاصطناعي برومبت ضعيف، يعني امر او طلب ضعيف، هنقول له مثلا اكتب لي حاجه عن السفر من غير سياق، النتيجه هتكون كلام عام عن فوائد السفر ممكن ما تكونش محتاجه. بينما لو اديته برومبت قوي، يعني فيه تفاصيل كتيرة عن السياق، زي أنا شاب مصري 28 سنة عاوز أسافر لتركيا لمدة 5 أيام بميزانية 10,000 جنيه، اكتب لي خطة يومية بسيطة تشمل أماكن سياحية رخيصة وأكل محلي، وابعت لي النص بالعامية المصرية. النتيجة زي ما حضراتكم شايفين، إجابة مخصصة عملية وملائمة لاحتياجاتك بالظبط. يبقى قلنا البرومبت هو السؤال أو الأمر أو الطلب اللي تطلبه من الذكاء الاصطناعي